أسرار المكالمة السرية بين القذافي ومبارك. القذافي قال له جمال ابنك زي بشار الأسد، ومبارك وقتها ما سكتلوش ورد عليه برد مفاجئ. تبدأ الحكاية لما كان القذافي في القمة العربية وطلب اجتماع مع مبارك وقعد معاه. وأول ما قعد مع مبارك قال له أنا ملاحظ إن ابنك جمال بيظهر كتير جدا في الفترة الأخيرة، هو أنت ناوي تعمل زي حافظ الأسد لما خلى ابنه بشار يحكم سوريا؟ مبارك وقتها اتفاجئ من كلام القذافي وبص له وقال له بص يا معمر، تجربة بشار دي مش هينفع تتكرر في مصر مش سوريا. القذافي وقتها ما كانش مقتنع وراح مبارك عشان يقنعه اكتر قال له خلي بالك مصر النظام فيها نظام جمهوري، والنظام ده صعب ان انا اخلي ابني يورث الحكم بسهوله كده. القذافي برضه ما كانش باين عليه انه مقتنع قوي، لكن المره دي رد على مبارك وقال له طالما انت بتقول كده ليه دايما بيظهر معاك في المؤتمرات والحزب بتاعك؟ مبارك وقتها رد عليه وقال له ان السر واحده ست. القذافي لما سمع الكلام ده ما كانش متوقع ان مبارك هيقول كده. لو وصلك الفيديو عمال تشير واكتب في تعليقات وصلك وساعد الفيديو في الانتشار. بيكمل حكايه الكاتب محمد حسين هيكل في كتابه مبارك وزمانه من المنصه للميدان، وبيقول ان مبارك عشان يقنع القذافي بكلامه قال له ان لما ابنه جمال راح لندن عشان يتعلم كان كل شويه يستعجله ويرجع، وجمال كان رافض، فكان بيحاول باي طريقه يرجعه لندن. فقال له تعالى خد بعض المهام معايا واتسلى بيها. مبارك قال للقذافي انا مش عايز اصحى من النوم الاقيه مصاحب لي واحده وعايز يتجوز هناك ويستقر هناك. وبيكمل هيكل ويقول الحقيقه ان مبارك ما كانش بيكذب في الموضوع ده، لان جمال فعلا صاحب واحده في لندن بنت نصها بريطاني ونصها ايراني. ومش بس كده، ده جه مصر وخدها معاه وقعد في بيت الضيافه معاها شهور، وكانت ام سوزان وابوه متضايقين جدا من العلاقه دي، وعشان ينسوه الحب ده قعدوا يحطوا له حلم الرئاسه عشان ينسوه الغرام ده. وبيقول هيكل ان برضه في امير سعودي وجه السؤال لمبارك بشكل واضح، انت ناوي تورث الحكم لابنك؟ ومبارك عشان يحسم الكلام ده قال له هو انا مجنون عشان اورث ابني خرابه زي دي؟ وطبعا هيكل كان بيشكك في الكلام ده وبيقول ان مبارك كان فعلا ناوي يورث الحكم، لكن طبعا في وجهه نظر بتقول تانيه ان مبارك ما كانش ناوي ولا حاجه. وده اللي بيقوله وزير الخارجيه في عهد الرئيس مبارك احمد ابو الغيط في مذكراته، وبيقول ان في مره قعد مع مبارك في عام 2009 ولقى مبارك بيقول له هو الناس عماله تقول كلام غريب جدا وبيقولوا ان انا هورث ابن الحكم وان انا هجيب جمال رئيس، وانا مجنون عشان اعمل كده؟ ده ابن كده لما يجي هيجي في السجن، ازاي اعمل في ابني كده؟ في نهايه الفيديو هل انت مصدق مبارك انه فعلا ما كانش هيورث الحكم لجمال مبارك ولا لا؟ شاركونا برايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.